لو انت سمعت عن مشكلة عياء الإعلانات قبل كده أو الاد فاتيج، أو حتى ما سمعتش عنها بس حاسس إن الإعلانات عندك مستواها عمال على طول بينزل للأرض ومش عارف إيه السبب، يبقى لازم تكمل الفيديو ده للآخر علشان تعرف إيه الموضوع ده بالظبط وإزاي نقدر نتغلب عليه. يلا بينا. يا اهلا وسهلا معكم اسلام صلاح. في القناه دي احنا بنتكلم عن كل ما يتعلق بالماركتنج والسيلز، الفيسبوك ادز، الفريلانسنج، وازاي تكسب فلوس عن طريق الانترنت. فلو انت اول مره هنا ما تنساش تكسر زر اللايك واعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان ما يفوتكش كل الفيديوهات الجديده اول ما تنزل على طول. والفيديو ده احنا هنتكلم عن مشكله الاد فاتيج او مشكله عياء الاعلانات، او ان الاعلانات عندك تكون شغاله فتره كويس وبعد كده هوب تلاقي على طول ما عادش فيه مستوى ولا عاد فيه اداء. والحقيقه ان الترجمه المباشره للموضوع ده، او لو حبينا نقول في سطر واحد ليه الكلام ده بيحصل، فده بيحصل لما الناس تزهق من اعلاناتك. الناس تشوف الاعلانات بتاعتك وتبقى خلاص طهقت منه من كتر ما شافوه، عدى عليهم اكتر من مره. ودي هتظهر معاكم بشكل مباشر من خلال مترك مهم جدا اللي هو الفريكونسي. فريكونسي معناها الشخص شاف الاعلان ده كام مره. المتوسط الطبيعي للفريكونسي اللي هو بيبقى 1.2 من 10 1.3 من 10. لو لقيته بقى ابتدى يزيد عن كده، ده معناها ان الشخص ابتدى يشوف الاعلان اكتر من مره. يعني لو الفريكونسي عندك 2 معناها ان الشخص شاف الاعلان مرتين. المشكله دي بتظهر بشكل واضح جدا لو انت بتستهدف جمهور صغير جدا، او لو انت بتستهدف جمهور حتى كبير بس باعلان واحد بصوره واحده او فيديو واحد وسبتهم شغالين فتره طويله قوي لدرجه ان خلاص يعني الشريحه اللي انت مستهدفها من الناس شافت الاعلان ده وزهقت منه لدرجه ان هم لو شافوه اكتر من كده هيعملوا له ريبورت. وفعلا بتلاقي حتى السكور بتاع الاعلان عندك بيقل، نتائجك بتقل، الكوست بير ريزلت عندك بتزيد، او نتيجه الرساله او نتيجه السيل او البيرشيز الواحده بتزيد. لو جينا نشوف مع بعض الدنيا بتمشي ازاي في الاعلانات علشان اوريكم المفروض الاعلان ده لما انت الفيسبوك بيستهدف حد معين بالاعلان بتاعك الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. هنفترض ان دي الشريحه من الناس اللي حضرتك مستهدفها. فانت لما بتقول للفيسبوك مثلا يا فيسبوك انا عايز الناس اللي بتبعت رسائل، عشان انت الحمله بتاعتك حمله رسائل، فالفيسبوك بيقوم قايل لك الناس دي هي الناس دي اللي بتبعت لك فقط رسائل. يعني الجمهور بتاعك ده كله، المليون واحد دول كلهم ما فيهمش غير الشريحه دي بس هي اللي بتبعت رسائل. دي اول حاجه. فجيت انت خلاص وريت اعلان واحد عندك للشريحه دي، فالشريحه دي كلها شافت نفس الاعلان وخلصت. كانت بتجيب لك الاول نتائج كويسه وبعد كده ما عادتش بتجيب لك نتائج، لان كل الناس اللي في الشريحه دي شافوا نفس الاعلان فخلاص فقد قوته. وبالتالي هيبان لك هنا برضو ليه لو انت حتى مستهدف ناس كتيره بس ممكن تلاقي ان الاعلان فقد قوته مع الوقت. ده لان انت مرتبط بالشريحه المعينه اللي بتعمل الاوبجيكتيف او اللي بتعمل هدف الاعلان بتاعك. يعني لو انت جيت استهدفت نفس الناس دول بس الاعلان بتاعك كان حمله تفاعلات او حمله انجيجمنت، هتلاقي ان انت بتستهدف شريحه تانية خالص غير الشريحه اللي بتبعت رسائل. فاللي بيحصل ان الفيسبوك لو خلص الشريحه الاولانيه بتاعت الرسائل مثلا وما لقاش فيها خلاص الناس عايزه تتفاعل مع الاعلان، فبيقوم رايح للشريحه بتاعت التفاعلات. فممكن منهم ناس تبعت لك رسائل بس طبعا بتلاقي ان السعر عندك بيزيد. هنا ساعتها ده معنى كلمه بقى اد فاتيج، ان خلاص الاعلان تعب من كتر ما الناس شافته ومش بتتفاعل معاه. فالحل هنا ايه؟ في هنا حلين للموضوع ده. الحل الاولاني انك تستهدف شريحه اكبر من الناس. فدلوقتي انت لما هتستهدف شريحه اكبر، الشريحه الاكبر دي هتستهدف فيها ناس بتبعت مثلا رسائل، فهتلاقي الشريحه بقت كبيره. فلما هتوريهم نفس الاعلان القديم خلاص بس في دلوقتي ناس اكتر ممكن تتفاعل معاه. ده الحل الاول والسهل واللي اغلب الناس بتعمله. بس برضه هيجي وقت وهتلاقي ان الاعلان ده ابتدى يموت. هنعرف منين انه ابتدى يموت؟ هتلاقي ان الكليك ثرو ريت بقت بتقل، هتلاقي ان الفريكوانسي ابتدى يزيد، هتلاقي ان الكوست بير ريزلت ابتدت تزيد برضه، سعر النتيجه الواحده ابتدى يزيد. بس برضه ده مش دايما بيكون اوبشن متاح بالنسبه لنا. ليه؟ لان انت دايما ما بيكونش عندك رفاهيه ان انت تستهدف جمهور اكبر. لو انت بتستهدف مثلا محافظه واحده، او لو انت بتستهدف دوله صغيره، او بتستهدف مدينه صغيره جوه دوله صغيره، فهتعمل ايه؟ انت كده كده محكوم بالناس اللي موجوده جوه المدينه دي او جوه الدوله الصغيره دي. وبالتالي هنا هنيجي بقى للحل التاني واللي لا غنى عنه لحل مشكله الاد فاتيج. فالحل ان انت توري الناس اللي جوه الشريحه دي اعلانات مختلفه، بحيث لو انت كنت عامل صوره رقم واحد ما عجبتش حد جوه الشريحه دي، فانت ممكن لما تعمل صوره رقم 2 تعجب الشخص الاولاني اللي ما كانتش عاجباه. ممكن تعمل صوره واحد وصوره 2 ما تعجبش حد جوه الشريحه دي، بس تعمل فيديو رقم واحد يعجب الناس اللي في الشريحه دي. الخلاصه هنا ان انت مش عارف بالظبط ذوق الناس اللي انت بتستهدفها. في ناس بتتفاعل مع الصور، في ناس بتتفاعل مع الفيديوهات، في ناس بتتفاعل مع الكاروسيل. بس برضو الناس اللي بتتفاعل مع الصور
مش شرط يعجبهم الصوره اللي انت حاططها، فجرب كذا صوره. الناس اللي بيعجبها الفيديوهات مش شرط يعجبها الفيديو اللي انت حاطه، فجرب كذا فيديو، جرب كذا كاروسيل، ادمج كذا صوره ببعض واعمل سلايد شو. الموضوع ده ناس كتير ما بتعملوش لان هو بياخد وقت، لكن هو ده يعتبر امثل حل للاعلانات، وده اللي بيبين المعلن الناجح من المعلن النص كم. عموما كان في كذا فيديو انا عامله هنا على القناه بحلل فيها فيديوهات لحملات ناجحه جدا وحققت ملايين الدولارات من المبيعات، هسيب لكم اللينكات بتاعتها تحت بحيث تشوفوها. ولو انتوا حاسين برضو ان الافكار عندكم مفيش افكار ومش عارفين تعملوا ايه، مش عارفين تختاروا انهي صور ولا انهي فيديوهات للحملات بتاعتكم، هكون اكتر من سعيد ان انا اساعدكم. احجزوا استشارتكم دلوقتي واحد لواحد معايا، سايب لكم اللينك تحت، هساعدكم باذن الله تنجحوا البيزنس بتاعكم غصب عنكم ونقوم الاعلانات بتاعتكم بالسلامه. اي نعم انا وزير الفيسبوك، بس اكسبشن بس الحلقه دي هبقى دكتور الفيسبوك، مفيش مشكله خالص. وكالعاده لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وشويه الحبشتكنات اللي في اخر كل فيديو دي. اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وقولوا لي الاعلانات عندكم تعبانه ولا سليمه، واكتبوا لي برضو الاقتراحات اللي عندكم للفيديوهات اللي جايه. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي.